ايوه يا نصار، اتصلت بالراجل بتاعك؟ طبعا اتصلت يا رياض، وزمان الخطة بتتنفذ دلوقتي. قول لي يا نصار، انت مالي ايدك من الراجل بتاعك؟ عيب يا رياض، ده من رجالتي. يعني كلها كام ساعة وهتسمع أخبار كويسة أوي. حكومة معلم، حكومة! بتجيب بسرعة! هلا الناس بتجيبوا! جبتلك شوية حاجات. موبايل. ايه؟ انا كنت سايبك كويسة. ايه اللي حصل؟ مفيش حد هنا ولا ايه؟ ممكن اعرف ايه اللي بينك وبين صباح؟ مفيش حاجة. امال ايه حكايه ان انتوا موعودين لبعض من زمان ومستنيين الدنيا تروق وتحلى علشان تتجوزوا وتخلفوا صبيان وبنات اسكتي وتعيشوا في اسكتي نبات اسكتي نبات؟ ايه اسكتي اسكتي. مش حقيقي، ده مش حقيقي. لا لا مش حقيقي. فعلا انا اللي عبيطه اني صدقتك، وانت سبقتها كويس قوي. ها، وانا اقول ايه موضوع سعيد وجوزي اللي بيضربني والفيلم اللي انت عملته اللي صدقته لوحدك؟ حرام عليك يا اخي، حرام عليك. انا عملت فيك ايه عشان تعمل فيا كل ده؟ ها، انا كنت قاعده في حالي، عملت فيك ايه؟ عملت كل حاجة. خليتيني أحبك وأموت فيكي. من أول ما شفتك ما شفتش واحدة تانية. انت مش عارفة انت بالنسبة لي ايه. ايه؟ ها، ايه؟ انت روحي وعمري. انت بتغيري. هو انا لما سمعت الموضوع ده بصراحه كان برج من دماغي هيطير، ما انا كنت عامله زي المجنونه. هعمل ايه؟ يعني اكيد بتغيري. وانا بغير. انا بحبك. قلت ايه؟ الو. يا سعيد، عملتوا ايه؟ البوليس قبض على مصلحي والمعلم قاسم. فص ملح وداب، مش عارفين نعثر عليه. انتوا فين دلوقتي؟ احنا قدام وكالة المعلم قاسم فروض الفرج. نتقابل في الحوش. سلام. بس بجد برافو عليك يا نصار، ضربة معلم بجد يعني. ما انا قلت لك يا رياض، عوني ده عقر وهيخلص. بس تفتكر يا رياض الرجاله اللي اتقبض عليهم دول هيسكتوا في البوليس والنيابه؟ متقلقش، هم عارفين ومتأكدين لو أي حد منهم فتح بقه هيروح في 60 داهية هو وأهله كمان. متأكد من الكلام ده يا رياض؟ انت عارفني في شغلي ما بعرفش يا مرحمين. كده بقى يبقى ضمننا حاجتين في وقت واحد. أول حاجة المعلمين اللي بيشتغلوا معانا هيخافوا يتعاملوا مع أي حد بعيد عننا. تاني حاجة، اللي اسمه جابر ده هو وسعيد الاتنين مش هيلاقوا منفذ يوزعوا منه البضاعة اللي عندهم. كده بقى يبقى خلي جابر وسعيد يشربوا البضاعة اللي عندهم، وخلي الجماعة اللي بره بقى يعرفوا
انهم اختاروا غلط، ان العيال دي ملهمش اساسا في اللعبه بتاعتنا دي. ياه، ده انت متغاظ منهم قوي يا نصار. صبرك عليا يا رياض، صبرك. دول لسه ما شافوش مني حاجه. انا بس اتاكد ان الجماعه اللي بره دول شالوا ايديهم منهم، ساعتها بقى هاخد حقي تالت ومتلت. بقول لك ايه يا راتب؟ مرني. انا عايزك تعمل لي اجتماع مع الموزعين بتوعنا، وعايزك تهددهم كده في الاول باللي حصل لمصلحي وقاسم. تهاوت كده معاهم في الاول في السعر لغايه ما نمسك الحكايه، وبعدين نفرض السعر اللي احنا عايزينه وهيدفعوه ورجليهم فوق رقبتهم. تمام يا رياض بيه. السلام عليكم. بقول لك يا رياض، ما دام الجماعه اللي بره دول مصممين انهم يدخلوا بضاعتهم مصر، ايه رايك لو اتصلت بيهم وعرضت عليهم انك تشتغل معاهم، بدل ما يطلعوا لنا عيل كده لا نعرف قصده ولا فصله؟ ساعتها بقى ادخل معاك بفلوسي في العمليه دي. طب والناس اللي انا بشتغل معاهم بره؟ يا سيدي زياده الخير خيرين، وبعدين ما تنساش ان الجماعه اللي بره دول الصنف عندهم عالي قوي والسعر قليل، يعني المكسب هيبقى كبير قوي. طب هم هيوافقوا يعني كده انهم يشتغلوا معايا؟ دول يتمنوا يا رياض، انت اكبر مستورد للصنف في مصر وعندك اكبر شبكه توزيع، وهم ما يهمهمش غير مصلحتهم، واحنا من ناحيتنا هنريحهم طالما هيريحونا، وبالمره نتقي شرهم. عموما اتصل بيهم وشوف شكل ميتهم ايه. اعتبرها مقضيه ان شاء الله. بقول لك يا نصار، بس هي غرام فين؟ بقالها يعني من مده محدش شافها. لا يا شيخ. غرام غطسانة شوي، بس مصيرها تقب، ولما تقب هريحها على الآخر.